الوالدين المسلمين ما يربيوش ولادهم وبناتهم على الحشمه وينتقص العراف في البلاد اغلب. واخا خويا دابا واش غير واحد مثلا عندنا اسره متحرره مثلا فكريا ما فهمتي واسيدي هاد الناس لا دينيين، حنا نمشي معاك انا سي ايوب عندنا ابات وام لا دينيين ورباو هذيك البنت قالوا ليها لبسي اللي بغيتي، حيت لبسي اللي بغيتي ثاني كاينين في حدود، ما غاديش تمشي لابسه لك الدو بياس لابسه بحال هذيك لابسه غوب صواغي ولا داكشي ياك. واش انت من حقك تقيسها؟ واش انت من حقك تضربها؟ واش انت من حقك تقيس لها مناطقها الحساسه؟ ما من حقكش. الا شتيها لابسه الدو بياس خارجه صير عيط للبوليس، عيط للبوليس. ولكن باش تمد عليها يديك لا حيت والديها ما رباوهاش. حنا ما عندناش شرع اليد في هذه البلاد، هذه البلاد تيحكمها القانون اخويا، ما عندناش شرع اليد. ترى ماشي في زمن الكفار وقريش، لا حيت هي ما رباوهاش ولادها انا غنقيسها. ايوا هذا اسمح لي، هذا لا ما غادي نهضروا نبعدوا النقاش على التربيه الجنسيه وهذا الكبت اللي كاين مخلوق في الشباب، شي بلا ما نهضروا عليه. ولكن ما تعطيكش الحق اخويا، حنا بلاد المسلمين اخويا. شوف والدي رباو بنتهم على الحشمه، راه رباو ولادهم على الحشمه، وبلا ما ندخل معاك ثاني في واحد النقاش ديال وحده راه تلقى متحجبه وهذا وتيدوروا بها. غتقول لي لا ما كاينش هذا الشيء، غنقول لك اخويا انا مرتي واحد المره كانت حامله وقف عليها واحد. مرتي حامله، مسألة ما عندهاش علاقه واش لابس ولا ما لابسش. ومرتي في واحد الوقيته كانت متحجبه ودصروا عليها وهي متحجبه. يعني هذه المسألة ما عندهاش علاقه، هذه المسألة عندها علاقه بالتربيه، اللي مربي راه مربي واللي ما مربيش راه ما مربيش. شكرا على متابعة الفيديو. للتواصل معنا المرجو ترك رسالة على الأرقام التالية.